سهرانة بالليل وعايزة تاكلي حاجة مسكرة مع كوباية النسكافيه أو أي حاجة سخنة بتشربيها في الشتاء. عايزة أقولك وصفة سهلة جدا وسريعة. لو انت حتى نفسك تاكلي حاجة مسكرة أو بتحبي الكوكيز، هقولك مقادير تعملي بيها واحدة كوكيز واحدة بس على قدك وطعمها خرافة، ومكوناتها في المطبخ. معايا هنا معلقة كبيرة بس تكون ممسوحة من الزبدة وبدرجة حرارة المطبخ. هضيف عليها معلقتين صغيرة اللي هي من معلقة الشاي سكر واخلطهم مع بعض كويس جدا، وهضيف عليها معلقة كبيرة مليانة من الدقيق، عليها رشة من الملح وربع معلقه من البيكنج باودر، واخلطهم مع بعض كويس جدا. عندك بقى شوكليت شيبسي ممكن تحطي، ما عندكيش انا كان عندي حته قطعه شوكولاته قطعتها وحطيتها وفردتها زي ما انتم شايفين كده ودخلتها الفرن. عايزه اقول لكم انتوا بقى انا عملتها دهبي فاتح، انت لو عايزه تعمليها دهبي غامق شويه براحتك، وهتطلع تبقى اول لما تطلع طريه سيبيها شويه وبالف هنا وشفا. مش لازم عشان تعملي حاجة حلوة تكون مكلفة وتوقفك كتير في المطبخ. انت ممكن تعملي حاجة كده تدلعي بيها نفسك او تدلعي بيها زوجك او تعمليها لأي ضيف يجي عندك. سهلة جدا وسريعة وغير مكلفة بالمرة. جبت كيس جيلي فراولة او اي نوع جيلي انت بتفضليه. كيس الجيلي يا جماعة بيتحط عليه كوباية مية سخنة وكوباية مية عادية ساقعة. انا هحط نص ونص عشان عايزه قوامه كده يبقى تقيل ومتماسك. يعني حطيت نص كوبايه سخنه دوبت فيها الجيلي كويس جدا، وبعد كده حطيت نص كوبايه ميه ساقعه حطيتها بقى في الكوبايه بتاعتي او اي حاجه انت هتقدمي فيها، ومعاه شويه من الرمان. وهنا بقى نص كوبايه حليب، ضفت عليها كيس من الفانيليا ومعلقتين صغيرين من النشا ومعلقتين صغيرين من السكر، ورفعتهم على النار لحد ما عملوا معايا مهلبيه. وكنت بقى حطيت الجيلي في الفريزر. اول بقى ما جمد معايا رحت مطلعاه وحطيت عليه المهلبيه وزينته كده بشويه الرمان وسبت شويه يسقع، وكليه بقى وبألف هنا وشفا. بجد حاجه جميله جدا جدا تستاهل التجربه. مساء الخير عليكم. احنا دلوقتي في موسم المانجا، والمانجا ما شاء الله كتيرة جدا واسعارها كويسة. تعالوا نعمل بقى الوصفة دي اللي لازم كلنا نكون عملناها، وهي كنافة بالمانجا. هنعملها باقل التكلفة، لو اشتريناها جاهزة بتبقى غالية جدا. عملت ايه؟ قشرت المانجا بتاعتي، ويا ريت تكون نوعها جامدة كده علشان تتقطع معاكي مكعبات زي ما انتم شايفين، واي بيوريه هينزل منها هنستخدمه برضو في الوصفة بتاعتنا. بعد ما قطعتها بقى مكعبات كنت حاطه بقى ايه كنافه في الفريزر على قد ما تقدري خليها تتجمد، واول لما تطلعيها وهي مجمده حاولي تفتتيها كويس جدا. دي نص كيلو. النص كيلو هحط عليه نص كوبايه من الزبده او السمنه واقلبهم كويس جدا مع بعض وارفعهم على النار لحد ما تتحمر معايا. هنا بقى هعمل كريم جانتيه. جبت كيس كريم جانتيه جاهز وهحط عليه ربع كوبايه من اللبن و3 معالق من بيوريه او معلقتين كبار اللي متواجد عندك من بيوريه المانجا. لو عندك كميه كويسه استغني عن اللبن واعمليه بيوريه المانجا بس عشان يبقى بطعم المانجا بس كده. وضربته لحد ما خدت معايا قوام الكريم جانتيه. بعد بقى ما الكنافه احمرت معايا بس اوعي تلسعيها، حطيت عليها نص كوبايه من السيرب البارد التقيل، يعني نص كوبايه من السيرب البارد التقيل، وقلبيها كويس جدا. وبعد كده جبت البولات بتاعتي وعملت طبقات بقى من الكنافه والكريمه والمانجا، وبألف هنا وشفا. مشكله وكلنا بنتعرض لها وهي جوع اخر الليل، خاصة بقى لو قمتي جعانة كده وتفتحي التلاجة ما تلاقيش حاجة جاهزة ممكن تاكليها، كله عايز تحضير. المهم بقى بناتي بعد ما اتعشينا وزي الفل وسهرنا شويه جاعوا، فقمت لقيت الباتيه ده وكان ما يتاكلش بصراحه. يعني كان قاعد من الصبح وما كانش ينفع يتاكل كده. رحت فتحت لهم بقى الباتيه وحشيته. كان عندي بس جبنه فيتا وجبنه موتزاريلا، فحشيت بقى الباتيه بتاعي جبنه فيتا وشويه جبنه موتزاريلا. جبت بقى طاسه كده على النار وحطيت فيها معلقه زبده وابتديت اشوح الباتيه بتاعي لحد بس كده اما خد بقى تحميصه حلوه وطعم ولون ولا اروع من كده، والجبنه ساحت شويه. وبصراحه طلع يعني بقى عامل زي الفطير المشلتت، بامانه والله العظيم بقى عامل زي الفطير، طعمه حلو جدا. جربيه كده مش هيندمي. لو عندك باتيه بايت ما ترميهوش واعمليه كده بالطريقه دي. عيال خايبة اقسم بالله، علشان لما اكون عامله لهم اكله زي دي، اكله صحيه وكمان مغذيه ولذيذه حاجه كده بسميها من الزمن الجميل. لما كانت امي تعملها لي وانا صغيره كنت بطير من الفرحه، وهم ايه قال مش عاجبانا. بجيب طبعا الزبده احطها على النار واحط عليها العجوه
البلح العجوة. طبعا ده حبة بلح عندي في البيت عملوا عجوة عندي، فقشرتهم وشلت منهم البذر وقلت بعمل لهم عجوة بالزبدة. مش عايزة اقول لكم بقى، انتوا عارفين اكيد ريحتها وطعمها عامل ازاي. ويا سلام بقى لو عندك رغيف عيش بايت وقمريه بقى وهو سخن كده، وكمان والعجوة سخنة، وكلي بقى واستمتعي. عارفة بقى فطار عشاء اي حاجة، يعني اهي حاجة كده في البيت وبعيش بايت وقمريه وكلي، وحاجة كانت مغذية جدا. وانا بنروح نجيب عشاء ب100 جنيه ولا ب50 جنيه ولا الكلام ده. اي حاجة في البيت امنا كانت بتعملها لنا كانت بتبقى طعمها زي الفل. يا رب يهديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عملت معاكم الحلقة التركي الجديد او الترند، او المهلبية التركي. تحفة بجد، طعمها رهيب، سهلة جدا، السهل الممتنع. حاجة كده بسيطة، مكوناتها بسيطة سريعة، ما بتاخدش وقت، وكمان طعمها لذيذ جدا جدا. بصوا من حلاوتها وشكلها اللي يفتح النفس، ما بقتش قادرة اوقف، عمالة اكل منها وما شاء الله. ولادي كلوها بسرعة جدا، ما قعدتش. فانصحكم ان انتوا تجربوها لو انتوا بتحبوا المهلبية. هتدوقوها طعم جديد ومختلف. معايا هنا اول حاجة 2.5 كوبايات من الحليب، وعليهم معلقتين نشا، معلقتين دقيق، ربع كوبايه من السكر، وكده طعم معتدل جدا، وكيس فانيليا ومكعب زبده. في الوصفه الاساسيه ضافت صفار بيضه. بصراحه انا ما رضيتش اضيف صفار بيضه، انا ما حبيت ان انا اجربها من غير ما اضيف لها صفار البيضه. لو انتوا عايزين تضيفوها ضيفوها، هي الوصفه الاساسيه فيها صفار بيضه. قلبت على البارد وبعد كده رفعته على النار لحد ما كانت معايا بالشكل ده، بس اوام اوام قبل ما تبرد تكوني مجهزه بقى طاسه او صينيه او اي حاجه عندك هتقدمي فيها او هتعملي فيها، وتحطي فيها معلقتين من السكر البودر. معلقتين سكر بودر عشان يتكرمل معاكي اسرع. ممكن طبعا تحطي سكر عادي، بس السكر البودر هيتكرمل معاكي اسرع. اهم حاجه على نار هاديه عشان ما يتحرقش منك، عشان لو اتحرق بيغير طعمه. وانصحك لو اتحرق منك بدليه واعمليه معلقتين سكر تاني، علشان بجد السكر بيبوظ طعم الوصفه لو اتحرق منك. وهنا حطيت اول لما كرمل، حطيت اول حاجه كبشتين وفردتهم كده عليه كويس جدا لمده دقيقه كده على النار. وبعد كده حطيت بقيه المهلبيه وفردتها كويس جدا. وطيت بقى النار على الاخر كده لمده 7 دقائق. تغلي كده مده 7 دقائق بس على ايه، على نار هاديه جدا. وبعد كده هسيبها بقى تبرد كده شويه على الرخامه، وبعد كده احطها في التلاجة. عايزه اقول لكم انا ما حطيتهاش كتير، انا حطيتها نص ساعه بس. بعد ما بردت شويه على الرخامه حطيتها في التلاجة لمده نص ساعه. ما شاء الله تماسكت وطلعت تحفه. اهم حاجه جربيها في حاجه تكون غير لاصقه عشان ما تلزقش منك. واهم حاجه لما تحطي اول كبشه او اول كبشتين قلبيهم كده فريجيهم كويس جدا على الكراميل. وبعد كده لما تحطي بقيه المهلبيه سيبيها لمده 7 دقائق كده على نار هاديه جدا. وده شكلها عايزه اقول لكم تحفه بجد والله، تحفه تحفه. زينيها، عايزه تزينيها كراميل تاني بمكسرات بجوز هند زي ما انت عايزه. جربيها مش هتندمي. ولادي وجوزي بيعشقوا الرمان، وقفت كده فصصت لهم الرمان، فقلت اوريكم انا بفصصه ازاي بسرعه جدا جدا من غير بهدله من غير دوشه. بصراحه الاول انا ما كنتش بحب افصص رمان ابدا، وكان لما باباهم يجيب رمان كنت اقول لهم انتوا اللي عايز رمان يقعد يفصصه، كنت بتضايق منه جدا. بصراحه نسيت الطريقه دي سهله جدا. بتجيبي الرمان طبعا بعد ما تغسليه كويس جدا جدا، بتقسمي نصين بنفس الطريقه كده. وبعد كده باي بقى السكينه اللي انت بتقطعي بيها، يعني لو ايديها خشب او حتى حديد مش مشكله، هتخبطي عليها كده بالراحه على الرمانايه، هتلاقيها نزلت كل الرمان اللي فيها. ولو اتبقى حاجه كده كام واحده كده بسيطه بتروحي شايلاهم. عايزه اقول لكم بتبقى سريعه جدا، ما بتاخدش معاكي مجهود ولا تزهقي ولا اي حاجه خالص. قلت اوريها لكم علشان اللي مش عارف الطريقه دي يعرفها. وبعدين بحط لهم عليها سكر، هم بيحبوا ياكلوها كده، وبحطها لهم بقى في التلاجة وبألف